هذه إذاعة الوفاق، صوت الجماهير الإريترية. إذاعة الوفاق الوطني تابعة للجماهير الإريترية، وتبث برامجها من المهجر بواسطة الأقمار الاصطناعية كل يوم سبت من 8:00 صباحا إلى 9:00 صباحا بتوقيت أسمرة، إلى كافة الربوع الإريترية والمناطق المجاورة. إذاعة الوفاق تبث برامجها ونشراتها الموجهة إلى جماهيرنا بكل مصداقية وأمانة إلى داخل إريتريا والمناطق المتاخمة. مرحبا بكم مستمعين الكرام مع إشراقة شمس كل سبت، ومن إذاعتكم صوت الوفاق الوطني الأريترية. بعد أن استمعنا للفترة الأولى من بث إذاعتنا بلغة التجرينية، نقدم لكم ما يشرح الصدور وينير العقول. مستمعي إذاعة الوفاق، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. من إذاعة الوفاق أحييكم وأقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم السبت 28 من شهر سبتمبر للعام 2019. عناوين النشرة: شرطة ولاية كسلا تحرر رهائن إريتريين من قبضة عصابات الإتجار بالبشر. مجموعة عنصرية تقتل وتجرح مدنيين عزل في مدينة صنعاء. ونقل كتيبتين من مرتزقة السودان في اليمن إلى إريتريا. في النشرة أنباء أخرى متفرقة. تفاصيل النشرة من إذاعة الوفاق يقرأها عليكم الحسن إبراهيم. تمكنت شرطة ولاية كسلا من تحرير 8 رهائن إريتريين من قبضة عصابات الإتجار بالبشر أمس الأحد في غابة دبيبين قبالة نهر عطبرة بولاية كسلا. وألقت الشرطة القبض على 2 من أفراد العصابة، بينما لفتت إلى أن العصابة طلبت من ذوي الرهائن $5,000 مقابل إطلاق سراح كل رهينة. وكانت شرطة ولاية كسلا قد تمكنت من تحرير 10 رهائن إريتريين، من بينهم 4 فتيات وطفلين، من أيدي عصابات الإتجار بالبشر في منطقة منقب شمال غرب كسلا. توفي مهاجر سوداني أمس الخميس بطلق ناري في قاعدة أبو ستة البحرية في طرابلس، فيما يستمر حرس السواحل الليبي في عمليات إنقاذ المهاجرين غير القانونيين قبالة السواحل الليبية. وتمكن خلال أسبوع واحد من إنقاذ 493 مهاجرا على متن 6 قوارب مطاطية ضمن 6 عملية إنقاذ منفصلة. وبحسب ما ذكره الناطق باسم خفر السواحل أيوب قاسم لرويترز، فإن المهاجرين الذين وجدوا في مناطق شمال وشمال غرب طرابلس ينحدرون من دول إفريقية جنوب الصحراء ودول عربية وآسيوية، بينهم 28 امرأة و5 أطفال تم نقلهم جميعا إلى مراكز الاحتجاز. في حادثة غريبة في ثقافة المجتمع الإريتري، شهدت مدينة صنعاء في الأيام الماضية من شهر سبتمبر الجاري جريمة نكراء وعملية إرهابية نفذتها مجموعة عنصرية متطرفة، حيث قامت بهجوم مسلح على عدد من أهالي مدينة صنعاء على حين غرة، ودون أي أسباب، بل ودون أي سبب أو مشكلة تدفع بالمجرمين لارتكاب جريمتهم الشنعاء، سواء أن المستهدفين مسلمين.
وحسب شهود عيان فقد أسفر الهجوم عن قتلى وجرحى، حالة بعضهم خطيرة، وتم تنفيذ هذه العملية في غياب النظام، سواء في متابعة وملاحقة أفراد هذه المجموعة المسلحة أو الاهتمام بالجرحى في تقديم ما يلزم من العلاج. وتفيد الأنباء بأن المصابين عانوا من الإهمال المتعمد في تلقي العلاج الطبي. ويعد هذا الاعتداء الغاشم الذي ليس هو الأول من نوعه دليل على العنصرية والطائفية المقيتة التي تتشبع بها هذه المجموعة النازية ضد المسلمين في إريتريا. وهذا الحادث يوضح مدى رعونة هذه المجموعة العنصرية الطائفية التي لا تبالي بقيمة الوطن ولا تعترف بالتعدد والتعايش الديني الذي عاشه شعبنا الأبي في عهوده الماضية. ولخطورة هذا التوجه الغريب على المجتمع الإريتري بكل فئاته المختلفة وقواه السياسية والمدنية، مواجهة هذا السلوك المتطرف بكل السبل والوسائل لإيقافه والحيلولة دون تناميه، حفاظا على الوحدة الوطنية والتعايش السلمي، وتفاديا لفتنة دموية تنوي هذه المجموعة جر الشعب الإريتري حتى ينصرف بها من مهمته الرئيسية، وهي التخلص من النظام الدكتاتوري المستبد الجاثم على صدره. قالت مصادر يمنية إنه تم نقل قوات سودانية كانت متمركزة في جبهات الساحل الغربي في اليمن، تم نقلها إلى عاصب الإريتريا. ونقلت قناة الميادين اللبنانية عن مصادر موثوقة أنه تم نقل كتيبتين من القوات السودانية في الساحل الغربي اليمني إلى قاعدة عصب في إريتريا. وأضافت المصادر أن جنود الكتيبتين السودانيتين نقلوا بالطائرات تمهيدا لنقلهم إلى ليبيا. ويشارك آلاف الجنود السودانيين كمرتزقة تحت قيادة السعودية للقتال في اليمن، وسط دعوات سودانية بإعادة الجنود الذين قتل منهم المئات خلال سنوات الحرب. وصل الأسبوع الماضي أكثر من 2700 لاجئ إريتري أغلبهم من النساء والأطفال لمعسكر إيواء اللاجئين الإريتريين في الشقراب. والجدير ذكره أن معسكر الشقراب معسكر مزدحم أصلا باللاجئين القدامى والجدد الذين سدت أمامهم سبل الحياة والعيش الكريم والأمان في إريتريا، فاختاروا الأمان والسلام في السودان وفروا مكرهين. ولا تزال جموع اللاجئين تتقاطر رغم إجراءات النظام وأجهزته الأمنية التي حولت البلاد إلى سجن كبير. أيها السادة والسيدات، قدمت إلى حضراتكم نشرة الأخبار من إذاعة الوفاق. أترككم مع بقية فقرات برامجنا لهذا اليوم حتى ألتقي بكم في نشرة قادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة الوفاق الوطني تقدم برنامج حوارات مساحة نستضيف فيها السياسيين والكتاب والصحفيين والمراكز البحثية الإريترية. بالحوار نهزم حكم الاستبداد في إريتريا، وبالحوار نبني وطننا لجيل المستقبل. أعزائنا المستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في الجزء الرابع والأخير من سلسلة حلقات لقائنا مع الأستاذ عبد الرحمن السيد. نتمنى لكم المتعة والفائدة. ممكن أنا لو أحب أبسط المعلومة أكثر، أنت تحب توجه رسالة إنه الإنسان، إنه إحنا نعمل على دراسة واقعنا أكثر، سواء واقعنا في الخارج أو في الداخل، أكثر من إنه إحنا نبدأ نعمل أعمال سياسية إحنا ما موجودين في الواقع لها يعني. نعم بالتأكيد، يعني الكل من يريد أن يعمل يجب أن يفكر من الذات، يعني من الذات، بمعنى من الذات الفردية والذات الجماعية. لأنه عدم الوقوف مع الذات يجعلك تحلم. يعني أنا أذكر كل البيانات اللي تصدر مثلا يقول لك نحن نريد إسقاط النظام. كيف ستسقط النظام؟ هذا سؤال مهم. طبعا أنا ما عندي مشكلة مع إسقاط النظام، فاسقطوا وقولوه في الزبالة عزك الله طبعا المستمعين والمشاهدين. ليست هذه المشكلة. المشكلة هل أنت لك الاستعداد والإمكانات لتحقيق هذا الهدف؟ إذا يكون لك هذا الإمكانات وهذه شو اسمه، فيعني زي ما يقولوا بارك الله على أمرئ عرف قدر نفسه. يعني أنت الآن أعمل ما يوصلك من الآ إلى ب، يعني from A to B.
يعني لا تحاول أن توصل إلى الزد، أولا أوصل from A to B ومن ثم أبني على البي هذا لتوصل إلى سي، وهكذا. يعني الأمور ممكن تبني عليها بالتدرج، يعني بدلا ما تبدأ بمشروع كبير وثم تصغر. هذا اللي يعني instead of starting small and grow bigger تبدأ big and you grow smaller. يعني هنا عندنا كارثة كبيرة. طموحاتنا يجب أن تفحص، يعني scrutinize، لازم نعمل الطموح حتى زي ما قلنا في البداية زي SWOT analysis. يعني حتى أصحاب المشاريع لما يفكر الآن في إقامة مشروع تجاري أو مشروع أيا كان، يعني دائما أعمل يقول لك أو سمارت أناليسيس أو تيست أناليسيس، نوع من هذا طبعا تولز هو دراسة جدوى وهكذا. فقد يكون طموحك يعني للوصول من from A to Z يعني مرة واحدة، يعني هذا طموح مشروع يعني. لكن الآن خليك واقعي يعني شوية، وتقول الإمكانات الموجودة والفرص المتوفرة أين يمكن أن توصلك، يعني مباشرة إلى Z ممكن، لكن في الغالب غير ممكن. فبالتالي أبدأ طيب بالممكن وحقق الممكن هذا، وثم أبني عليه ممكن آخر وثالث ورابع حتى توصل إلى Z. لكن ما تحاول تبدأ مرة واحدة حتى تفشل وتسقط. يعني هذا اللي بيحصل. كل المشاريع الإرثية تبدأ ضخمة يعني كبيرة جدا، من إسقاط النظام، تكوين المرحلة الانتقالية، تكوين، ولما تشوف البداية من البداية حتى قبل ما يتحرك الأمور كلها تنتهي، يعني محل ما هو موجود فيه، يعني قبل ما تجف نعم الحبر، يجف الحبر الذي كتب به البيان للتعبير عن هذا الطموح، تفشل الأمور وتذهب أدراج الريح يعني. ونحن طبعا أنا لا أنتقص من تجارب الآخرين لأن أنا جزء من هذه التجربة، يعني فأنا الآن كريتيكال يعني بشكل نقدي. أنا أتحدث عن تجربتي وفشلي أنا كشخص يعني، وكجزء من أي عمل كنت جزء فيه يعني. فلهذا السبب التوقف ضروري جدا، والتخطيط بشكل واقعي مهم جدا يعني. وهذا ما نتمناه يعني دائما للناس، أن يهتموا بالدراسة. حتى المشاريع عندما تخطط سواء كانت سياسية، إنسانية، اجتماعية، أيا كانت، يجب أن تخضع للتخطيط يعني ومعايير التخطيط حتى نستطيع ترتيبها ترتيب صحيح وفقا للأولويات، ومن ثم نحاول تحقيق الممكن ويبنى عليه إن شاء الله. نعم، كلام جميل جدا ومفيد. طيب لو سألتك إذا في شخص الآن من الداخل يسمعك، ماذا تحب أن تقول له؟ هو فعلا أنا دائما أقول يعني نحن لا نستطيع أن نوجه من هو في الداخل، يعني لأنه الداخل هو أدرى بالحالة التي يعيش فيها، وعلينا أن نشوف ما هي الأمور التي يطلبها مننا حتى نستطيع أن نتعاون معه في تحقيق الهدف المشترك للجميع سواء كان الداخل والخارج. الأمر الثاني عدم فقدان الأمل، يعني لأنه الأنظمة هي قابلة للزوال يعني وستزول، هذه سنة الكون سنة الحياة. فلازم دائما نتفائل بالسير بالغد المشرق، وأننا نستطيع. يعني شاهدنا مثلا دول كثيرة، مثلا دولة إثيوبيا قبل أكثر من 27 عاما كانت دولة متخلفة فقيرة جدا يعني في أمور كثيرة ومجالات كثيرة، لكن خلال 27 عام مع كل الإخفاقات والتحديات التي مروا بها تحققت في إثيوبيا يعني بنية تحتية للاقتصاد، مجال مفتوح للتعليم، جامعات بأعداد كبيرة، معاهد بأعداد كبيرة جدا. حتى السيفل سيرفيس في إثيوبيا أصبح له الآن كليات، يعني حتى لتطوير الإمكانات الذاتية والإمكانات المتوفرة للعامل والكادر المدني في الوزارات. الآن أصبح لهم يعني مراكز لتدريب الكوادر، كذلك حتى في المجالات الدبلوماسية أيضا لهم دراسات يعني، ويخرجون مثلا دبلوماسيين وسفراء بعد أن يذهبوا أو يمروا بتدريبات يعني خاصة ومهمة يعني في هذا الجانب. فحاولوا أن يغيروا من الحالة التي كانوا فيها إلى نوعا ما ونسبيا أفضل يعني. في حين في حصل نوع من الستاجنيشن ومن ثم التخلف يعني إلى الوراء.
يعني سواء كان في مجال التعليم، مجال المؤسسات، الحكم المؤسساتي، دور المؤسسات العامة والخاصة، وكل هذه الأمور توقفت يعني. وحصل تجهيل ممنهج للشباب أيضا من خلال زجهم في معسكرات التدريب والعسكر أو الأمور هذه يعني. فلهذا يعني نحن بحاجة أن نغير من هذا الواقع إن شاء الله من خلال التفاؤل بالخير والتفاؤل بالأمل الكبير إن شاء الله في إمكاناتنا الذاتية، باعتبار دولة صغيرة لها موارد بشرية طيبة جدا محترمة، ويمكن أن تطور بسرعة يعني في حال وجدت المناخ الملائم. كذلك ثروة طبيعية برضو لا يستهان بها من موانئ والثروة البحرية وحتى المعدنية تحت الأرض. كل هذه الأمور مفيدة جدا. وكذلك الرصيد الموجود في المهجر هذا كله، لو أنا أذكر عندما الإريتري يهاجر لو أتيحت له الفرصة لبناء عقار، لبناء مثلا عمل تجاري، وهذا كان بدأ في بداية التسعينات يعني بعد التحرير مباشرة، عدد كبير من الإريتريين ذهب إلى بالاستثمارات يعني. لكن للأسف الشديد لم يشجع، بل ارتكبت بحقه جرائم اقتصادية يعني سرقة لمذكراته ودراساته وغيرها من الأمور يعني. فلهذا الآن إذا أتيحت مثل هذه الفرص في يعني فرصة للنهضة بإريتريا في أسرع وقت ممكن، فما بالك إثيوبيا بكل تعقيداتها وبكل تحدياتها إذا استطاعت أن يعني تقوم بمجالات حيوية قواعد أو بنية تحتية، فإريتريا أكثر يعني مستفيدة وأكثر ممكن قابلة للتطور السريع بإذن الله يعني. ونحن دائما نأمل بهذا الأمل الطيب ونعمل يعني لتحقيقه يعني، وننظر دائما ما بعد المرحلة هذه اللي نحن موجودين فيها. هذا بيساعدنا أيضا في النظر لما نحتاجه الآن. إذا نظرنا لما بعد الذي سيعطينا معناه ماذا نحتاج أن نطور، أن نعد في الجانب الاقتصادي، في الجانب الاجتماعي، التعليمي وغيره يعني. لهذا الكل أن يعمل كل حسب إمكاناته حسب ظروفه وللمصلحة العامة، للمصلحة الوطنية التي إن شاء الله ستكون وطننا يعني الجميع يحس فيه بالأمن والأمان والرخاء. جزاك الله خير. للأمانة أستاذ طرحت نقاط وذكرت أشياء غالبا ما نسمعها في وسطنا الإريتري، يعني نقاط فعلا هي مهمة وجوهرية نحن نبدأ نفكر فيها، نغير شوي طريقة تفكيرنا. وحبيت إني أطرح عليك أسئلة أكثر لكن وقت البرنامج أدركنا. أتمنى أنه تكون عندنا لقاءات أخرى نطرح فيها قضايا، نعالج فيها مشاكل متجذرة في المجتمع مثل ما ذكرت، ممكن تساعد الناس في أنهم يغيروا خياراتهم، يغيروا أسلوبهم، سلوكهم، ونجد حلول لكثير من هذه المشاكل. جزاك الله خير أستاذ، يعطيك العافية على وقتك، نسأل الله أن ينفع بك دائما وأبدا. آمين أجمعين إن شاء الله وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتائج زيارة أفورقي للسودان. لا تزال الحدود مغلقة بين إريتريا والسودان، وعلى التهريب تعيش إريتريا ورئيسها يعود ببندقية ذهبية فاخرة لا حمامة سلام. غادر إسياس أفورقي الخرطوم الاثنين عائدا إلى بلاده، وكان قد زارها يوم السبت 14 من سبتمبر الجاري، وأمضى فيها يومين يبحث خلالها توثيق العلاقات بينه وبين السودان. وأتت زيارة أفورقي للسودان بعد قطيعة دامت ما يصل إلى 5 سنوات منذ عام 2014، وساد العلاقة فيها التوتر الحدودي بين الدولتين. وقد تحدث محلل سياسي إريتري معارض لوكالة زاجل الإريتري للأنباء زينا أن أفورقي جاء وهو متعال إلى السودان يرغب للاستجابة لمطالبه في ظل الثورة الشعبية التي أطاحت بحكومة المشير عمر البشير المعزول. وأوضح أن من بين مطالب إسياس أفورقي توقيع اتفاقيات أمنية واقتصادية وعسكرية إلى جانب عرض توصية من دولة الإمارات، وهو يقترح أيضا سحب القوات السودانية من اليمن نكاية بالسعودية بعد أن دب خلاف بين بعض أركان الحلف. كما أن وصوله كان في أثناء محاكمة عمر البشير، وذلك نكاية بخصمه القديم.
ولعله أمل أن تحصد زيارته كثيرا من النتائج، معتبرا نفسه صديقا للثورة الشعبية السودانية، ناسيا أنه كان آخر الناس المباركين لها وأبرز الغائبين عن احتفالاتها بالتوقيع على الوثيقة الدستورية، حسب محلل سياسي إريتري تواصلت معه زينة. الجانب الخفي من الزيارة حسب قول المحلل السياسي الإريتري المعارض استنادا على ما وصله من معلومات من مصادره الخاصة، إن أفورقي طالب الحكومة السودانية بإعادة ممتلكات إريترية كان قد صادرها النظام السوداني السابق، تتمثل في مدارس ومقار ومكاتب وغيرها، وربما مدارس جهاز التعليم الإريتري تدخل في مثل هذا الطلب حسب المصدر. فالترخيص بفتح ممثليات استخباراتية في كل أماكن تواجد الإريتريين هو لملاحقة المعارضين وفرض الجباية عليهم وتهديد حياتهم، وتوقيع اتفاقيات عسكرية وأمنية واقتصادية تصل إلى المستوى الذي وصلته اتفاقيات السودان مع جارتها الكبرى إثيوبيا. السودان من جهته حسب المصدر وعد بدراسة الملفات ورحب بالتعاون المشترك بين الطرفين دون ذكر تفاصيل، وأكرم ضيفه بجولات استعراضية على معالم في الخرطوم، بينها مزرعة حديثة أنيقة بالعاصمة بدا فيها أفورقي منشرحا ويمد ذراعيه الكاشفتين مشيرا إلى البرهان، وكأنه يشرح ويعلمه الخصائص الزراعية على النحو الذي يفعله في بلاده أمام شاشة القناة الإريترية الوحيدة. واستلم أفورقي هدية سودانية فاخرة، وهي عبارة عن بندقية ذهبية في قفص، وهي إشارة ذات دلالة سيئة لدى الإريتريين، لأن نظام بلادهم لا ينقصه السلاح للقمع والاعتداء حتى على دول الجوار، فكان الأفضل إعطاء حمامة سلام وغصن زيتون كرمز للسلام والطمأنينة، وهو شعار الثورة السودانية الظافرة: سلام وعدالة. يرجح المصدر بخصوص الاتفاقيات الجديدة أن يكون سببا لتباعد المسافة بين الطرفين وسببا لفشل هذه الاتفاقيات كما كان يحدث من قبل، لأن طبيعة النظام الإريتري أنه يطلب الوفاء وهو يغدر، ويطالب بحقوق لا يقدم أي منها للطرف السوداني، فهو وحسب المصدر لا يسمح أن تكون ممثليات سودانية في مدن إريترية كبيرة مثل نقفة وأفعبت وتسني ومصوع وعصب، والتي يطالب بمثلها في مختلف مدن الشرق لتقوم بنشاطها علنا بدلا أن تمارس ذلك في بيوت مؤجرة تحت اسم الجالية الإريترية. كما أن النظام الإريتري لا يعامل المعارضة السودانية كما يتعامل السودان مع المعارضة الإريترية، فأسياس يفتح لها المكاتب ويسمح لها بالنشاط الدائم في إريتريا، ويتوسط لها أيضا لدى الحكومة السودانية حتى تتوج مساعيه وجهوده بمصالحة تقود المعارضة السودانية إلى سدة الحكم وموقع اتخاذ القرار، بخلاف السودان الذي يخنق صوت أي معارض إريتري في أراضيه، فكيف يكون له وسيطا لدى حكومة أفورقي للمشاركة في السلطة والثروة؟ ومن أغرب ما كشف عنه رفض أفورقي عقد مؤتمر صحفي في ختام زيارته يحضره الإعلام المحلي والعالمي ويستعرض فيه الاتفاقيات بين البلدين، وإنما اكتفى بتصريح مقتضب ختمت به الزيارة. وحتى في موقع الحكومة الإريترية شابايت تم تناول خبر الزيارة بصورة بسيطة لا تزيد عن بضعة أسطر، تتوسطها صورة إسياس أفورقي وهو يهبط من الطائرة، وذكر أنه تم الاتفاق على نقاط 6 بين البلدين: أمنية وعسكرية واقتصادية وثقافية وسياسية ودبلوماسية وإقليمية، دون ذكر تفاصيل أو نشر وثيقة موقعة بين الدولتين على النحو الذي كان يفعله في اتفاقيات النظام مع إثيوبيا والصومال. ولهذا يشكك كثيرون في نجاح هذه الاتفاقيات ويستدلون على فشلها لأنه لم يعلن عن فتح الحدود بين الدولتين، كما أن مواقف أفورقي السابقة تشهد له بالغدر بالعهود، وبناء على ذلك لا يتوقع نجاحا لتلك الاتفاقيات إلا بالقدر الذي يفيد أفورقي ولا يفيد السودان ولا الشعب الإريتري بشيء.
من جهة أخرى أكدت مصادر إريترية معارضة لوكالة الإريترية للأنباء أن الحدود بين إريتريا والسودان لا تزال مغلقة وتشهد تهريب سلع سودانية إلى إريتريا بصورة مكثفة عبر منافذ تهريب بعيدة عن عيون الرقابة السودانية، وذلك من مناطق حدودية بمدينة كسلا والساحل الشمالي بولاية البحر الأحمر والقرى الحدودية. وأكد المصدر أنه لا يوجد في إريتريا الآن منفذا اقتصاديا إلا طرق تهريب من السودان، وذلك بعد أن تم إغلاق الحدود مع دولة إثيوبيا. وتحدث المصدر أنه وأثناء زيارة السياس أفورقي للسودان أذاعت ولاية كسل القبض على مواد مهربة كانت متجهة إلى إريتريا، ومع ذلك أجرى الاتفاقيات دون الاكتراث لما عليه الشعب الإريتري من ضائقة اقتصادية تهدد بقاءه في الوطن. وكان الشعب الإريتري يتوقع فتح الحدود والحصول على عقد اتفاقيات يسمح فيها بمرور السلع السودانية إلى إريتريا بالطرق الرسمية، ومع منح تسهيلات تجعل أسعارها أقل من أسعار السلع المهربة باهظة التكلفة، إلى جانب عبور المواطنين وانسياب حركتهم وأنشطتهم. هنا إذاعة صوت الوفاق الوطني الإريتري. مستمعين الأفاضل، إلى هنا وتنتهي بث برامج إذاعة الوفاق
المعدة والمقدمة لهذا اليوم. باسمي ونيابة عن أسرة المحطة أشكر حسن متابعتكم على أمل اللقاء بكم يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة الوفاق، صوت الجماهير الإريترية.